ليه دايما أكل أمي أحسن أكل في العالم؟ ده سؤال. هل هو لو تعبان أو زعلان أو عنده مشاعر سلبية هل ده بيأثر على المادة؟ صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الموضوع يكون مخفي في الصندوق الأسود أو محدش تناوله بشكل كويس جدا، وهو عن علاقة الهالة بالأكل. بمعنى الأكل دون هو أي نعم مواد أولية، ولكن الأكل ده كان يوم من الأيام روح، بيتنفس، بياكل، بيشرب، بيحتاج لهواء، بيحس، بيخش عليه الخريف، بيخش عليه الشتاء. فالمادة الخام هي كمان مادة حية، يعني حتى في الآية القرآنية وما من شيء إلا أمم أمثالكم، يعني نفس الموضوع. هو بيحس، بيتأثر بالإيجاب، بيتأثر بالسلب، بيتأثر بالحنان، بيتأثر بالغضب، بيتأثر بكل شيء. فهنا احنا ممكن نتكلم عن موضوع وهو علاقة الطباخ بالمادة الأولية اللي بيشتغلها. هل هو لو تعبان أو زعلان أو عنده مشاعر سلبية هي بتاعت امي؟ انا قاعد جنب منها على الطبليه، فباخد الاكل وبقعد بسند ظهري باكل. انا عارف ان هي عامله الاكل بحب. الاكل ذات نفسه هو حاسس من جواه في خلاياه الدقيقه اللي انت مش شايفها ان هي الحاجه عاملاه بحب عشان انت تستمتع بيه. ده طبعا حاجه. الحاجه الثانيه ان اكل الام هو وانت طفل صغير ميكانيكيزم المخ شغال ازاي، ان هو اتعلق عن مجموعه التوابل دي وهي بتعملها بالطريقه المعينه دي، فابتدى النخاع بتاعك من جوه يتم انشاؤه على هذا الطعم. فمهما لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي اكل زي اكل امك. ده طبيعي يعني. فهي دي نفس الموضوع كله. اذا كان الطباخ عامل الحاجه بحب وبيتمنى ان الياست او الزبون انه يستمتع بيها، وحاطط فيها قدرته من الابداع وحاطط فيها قدرته من الاهتمام، ده اكيد 1,000,000% هيدي نتيجه كويسه. فعشان كده كانوا دايما، كنت شغال في المكان ده كان شويه كويس يعني، كان دايما كاتب لنا على المرياله اشتغل بحب وأمتنك. تفكير وحب اهم حاجتين. ان انا بفكر في الانسان اللي هياكل الحاجه دي، وان انا بقدمها له بحب. واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون عرضنا بعض المعلومات في الفيديو اللي قربت بعض المفاهيم. شكرا.